في يوم من الأيام وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي قدام خريطة ضخمة لمصر. مد إيده من البحر الأحمر للبحر المتوسط وقال: هنا هنعمل شريان جديد للحياة، قناة السويس الحديدية. كانت الفكرة مجنونة وقتها، قطار كهربائي فائق السرعة، أسرع من الريح، يربط أكتر من 60 مدينة ويقطع آلاف الكيلومترات في ساعات. مشروع هيكون الأول من نوعه في إفريقيا والسادس على مستوى العالم. بدأ الحلم في 2021، شراكة بين مصر وألمانيا مع عمال ومهندسين مصريين بيشتغلوا ليل ونهار وسط حرارة الصحراء وعواصف الرمال وتحت ضغط الوقت. خطوط بتمر من قلب العاصمة الإدارية لحد مرسى مطروح، ومن الجيزة لحد أبو سمبل، ومن الأقصر لسواحل البحر الأحمر. مش بس عشان الناس تسافر أسرع، لكن كمان عشان يربط المصانع بالموانئ والسياحة بالآثار والزراعة بالأسواق، ويوفر 500,000 فرصة شغل. قطارات ألمانية بأحدث تكنولوجيا تمشي بسرعة 250 كيلومتر ساعة، مكيفة، آمنة، ومصممة تتحمل أقصى الظروف. الناس سموه قناة السويس الحديدية، لأنه زي قناة السويس زمان هيغير خريطة الاقتصاد والتجارة في مصر، ويخلي القاهرة قلب إفريقيا النابض بالنقل الحديث. النهاردة القطار بقى حقيقة، ومع كل محطة جديدة مصر بتقرب من حلمها إنها تبقى من أقوى 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030. وده مش بس إنجاز هندسي، ده إنجاز قيادة، إنجاز رئيس قرر يغير مستقبل بلده وكتب فصل جديد في تاريخها، فصل عنوانه السيسي وصوت القطار السريع.